جه الوقت اللي لازم اقول لكم ان احنا نعمل المستحيل علشان نوفر في البيت، وعلشان نطلع افكار كتير من الفراخ وتكون بافضل جودة وعدد وجبات اكتر وباقل سعر. لازم نشتري الفراخ على بعضها فرخة كاملة ونقسمها احنا على وجبات كتير في البيت. اطلبي من البياع بعد ما ينضف لك الفراخ ان هو يقسمها لك الاوراق لوحدها والصدور لوحدها، وان هو يقسم لك الصدور لفراخ بانيه او شيش طاووق زي ما تحب. غسلت الفراخ كويس قوي ونقعتها وغسلتها تاني وبعدين صفيتها كويس جدا. قسمت الاوراق لدبابيس ومش عارفه القطعه التانية دي اسمها ايه. عملت التتبيله وهسيب لكم كل المكونات تحت الفيديو. تبلتها وحطيتها في علب حفظ او اكياس خزين زي ما تحبي، ولو حابه تتبليها كامله علشان تشويها اعملي فيها فتحات عشان التتبيله تدخل جواها. الصدور اللي خليتها نقيت منها القطع السليمه علشان تتعمل بانيه وتبلتها، وبرضه هسيب لكم كل التتبيلات تحت الفيديو. اما القطع الصغيره والمهريه تقدري تعملي منها وصفات كتير جدا. انا عملت منها كباب وعايزه اقول لكم ان طريقته سهله جدا وموفر جدا، بيرمي قطع كتير وفي نفس الوقت الولاد بتحبه قوي. كمان تقدري تعمليها شاورما، شيش طاووق، وكمان نجريسكو. اما اجنحه الدجاج والهياكل تقدري تحطيها في الفرن تعمليها وصفات كتير، او ممكن كمان تعمليها شوربه. واوعوا تكونوا كمان ناسيين ان في كبده، وبكده الفراخ يكون فيها بركه والبيت اتملى من خيرات الله. اكتبوا لي افكار تانية للتوفير، ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والسيف.